السلام عليكم حبابنا، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم عندي كوموند ديال الكلاص ديال الفخومبواز. بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي انا اللي كندير الكلاص ديال الفخومبواز. عندي هنايا ديجا انا هاد لابواط هادي كتهز ليا 3 ديال كندير انا موس. هنا درت الموس ديال يوغورت ياك. عندي اطرو ديال الحليب، عندي جوج بيرلي، عندي هذا كنصاوب. شديت الفخومبواز و توت، شديتهم درت ليهم واحد 2 معالق السكر وطيبتهم ياك حتى كتولي بحال الكونفيتور، كيعطي هاد التكستور هادي. هنايا راه كنت كنصور ومن بعد تمسح ليا الفيديو ديال هذا وديال هنا. شنو درت هنا؟ كنشري واحد الباكيه ديال الكلاص ديال الفريز، طلعته بعصيري ديال الفريز تطلع ليا بحال هكا، راه كيجي شويه معلك هكا. شديت الفخومبواز والتوت قطعتهم دائرات هكا بهذا الشكل وزدتهم معاهم. هذا انا كنفرق بين الكلاص باش كيعطي ملي كتجي تقطع كيبان ديك الوسط غوز والجناب بيضي. نبدا معكم ان شاء الله الطريقه ديال تحضير الكلاص ديالي وشوفوا معايا ان شاء الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. انا الفخومبواز تيعجبني بالمذاق مع اليوغورت، كيعجبنيش بالفريز ولا بهذا، يعني كيجي كل حاجه مذاقها بوحدو كتجي زوينه. دابا غندير بيرلي، ودابا غنبدا بنص لتر الحليب غنديرو كامل. وهنا من بعد ما تقل ليا بحال هكا ولا غنبدا نزيد السيترو الثاني على 2 فوعات. غندير النص ونبدا نطرب، عاد نزيد النص الاخر باش كيخفف ليا.
كيولي خفيف. دابا غادي ناخد الزيت ديالي، كناخد هنا واحد شويه وغناخد تقريبا قياس 2 معالق من هذا. غادي نخلطهم بحال هكا. هنا ملي كيندمج ليا مزيان. دابا هنا غادي نهز الفخومبواز ديالي اللي خلطت مع شويه من لاموس اللي طلعت، غادي نزيد هنا، ولكن ما غنخلطش مزيان حتى تولي بحال هكا، غير باش تخلي داك الديزاين ديال الفخومبواز يكون فيه. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش. كيجي بحال هكا، يجي داخلين فيه غير بحال البياض ومخلط مع سميتو الفخومبواز، ميجيش عاطي الفخومبواز بزاف. هنا كنهز لاموس ديالي، غندير فيه تقريبا واحد القياس، كنبدا نيطالي هكا شويه في الجناب. كنهز هاد اللي صاوبت بالكريم ديال الفريز مع الفخومبواز، كنبدا نحطو هكا في الوسط. مع نقطع داك الفخومبواز هكا طريفات، من بعد راه كيعطيو فاش كيتقطع كيبانو في الكلاص. دابا هذا كنبدا نزيدو هكا بشويه في الجناب باش ما يهبطش ليا هذاك الغوز اللي تحت. باش كنغطي داك الكلاص الغوز اللي في الوسط،
هذا صافي كنقدو بحال هكا. كنبقى كنقادو يجيني مستوى واحد. صافي دابا ملي درت الكا غنغطي هادي ونحطها في الفريغو حتى تجمد ونرجع معكم بالديكوراسيون ان شاء الله. ونوصل وقت التقديم باش نحطوه. تشوفوا معايا علاش كيعجبوني هاد لي بواط هادو، حيت كيما شفتوا كيجيو ساهلين وكيكون كيبقاو الديكوراسيون ديالهم زوين. هنا بديت كنزوق بالفرامبواز وبالبلاك بيري، هانتوما كتشوفوا معايا. المهم درت زواق خفيف ظريف، حيت هادو صاوبتهم غير لا فامي ديالي، كان عندهم عراضه ديال الدار. ايوا خدمت لهم لي كلاص ولي سالاد وسفا بريستيج والدجاج. هنا كنشارك معكم الكلاص ديالي كي جا، وغتشوفوا حتى منين تقطع ديك تبقى الغوز اللي درنا اللي فيها الفرامبواز والمذاق ديال الفريز، غتشوفوها معايا في الاخر ديال الفيديو كي جات. نتمنى الفيديو يعجبكم ونتمنى ديروا اشتراك، ومرحبا بكم عند الطباخه لاله مينا.